السلام عليكم ورحمة الله. خرجت سارة رجيل بكلام آثار فضول كبير عند متابعيها بعد ما حبت تشاركهم فرحتها وتلمح الخبر. قالت باللي راح يبدل حياتها بشكل كامل. سارة بان عليها التأثر والفرحة وعبرت على سعادتها الكبيرة، وهي تقول باللي الحمد لله جاء الوقت اللي كانت تستناه من مدة طويلة. وقالت سارة: الحمد لله يا جماعة راح تتبدل حياتي للأبد. والله مانيش عارفة من وين نبدأ نحكي لكم، بس قلبي راه فرحان بزاف. كاين حاجه كبيره صرات في حياتي، حاجه ما كنتش نتوقعها بالنهار من الايام راح نعيشها، واليوم حبيت نشارككم هاد الفرحه خاطر نتوما كنتوا ديما معايا. انا عشت بزاف لحظات، كان ايام فرحت فيها وكان ايام تعبت فيها، وكاين مرات حسيت باللي الطريق طويل وما راحش نوصل للحاجه اللي نحلم بيها. بس الحمد لله الواحد كي يصبر ويخلي امور على ربي يجي نهار تتبدل فيه كل حاجه. ما نقدرش ننسى الناس اللي شجعوني ووقفوا معايا حتى بكلمة صغيرة كانت تفرحني وتخليني نكمل اليوم. كي نشوف روحي وين وصلت نقول الحمد لله على كل تعب، على كل دمعة، وعلى كل لحظة صعيبة كانت في حياتي، خاطر كامل كان عندنا معنى. وأكدت سارة باللي المفاجأة اللي راهي مخبيتها ماشي حاجة عادية بالنسبة ليها، بل أمر تعتبره نقطة تحول حقيقية في حياتها. وقالت المفاجأة هذه بالنسبة لي كبيرة بزاف، مانيش حابة نستعجل ونكشف كل التفاصيل مرة واحدة، بس حنقدر نقولكم باللي راح تسمعوا خبر يفرحني أنا قبل أي واحد، ونتمنى من قلبي يفرحكم حتى نتوما. يمكن البعض منكم راح يقول: واش صرا؟ علاش صرا راهي تهضر هكا؟ بصح صدقوني كاين سبب. أنا كنت نستنى في هذه اللحظة، وكنت نقول يا ربي نهار يجي الوقت ونهضر نحكي للناس كامل على الحاجة اللي صرات، واليوم حسيت باللي خلاص قرب الوقت. كما أكدت أنها مؤمنة باللي كل إنسان عنده وقت ونصيبه، وأنه النجاح الحقيقي ما يجيش في نهار وليلة، بل بالصبر والخدمة والثقة في ربي سبحانه. وقالت سارة: تعلمت حاجة مهمة بزاف، وهي باللي ما لازمش نقارنوا رواحنا بالناس. كل واحد عنده طريقه، وكل واحد عنده الوقت اللي ربي كاتب له باش يفرح. يمكن انا تاخرت شويه، يمكن تعبت شويه، بصح اليوم نقول الحمد لله كل حاجه جت في وقتها. وختمت ساره كلامها برساله مؤثره لمتابعيها، وهيك كانت تقول: حبيت نقول لكم غير استناو المفاجاه، ما راحش نخليكم تستناو بزاف، وان شاء الله كي نكشف لكم كلش راح تفهموا علاش كنت نقول لكم باللي حياتي راح تتبدل للابد. انا اليوم فرحانه، قلبي مرتاح، وعندي احساس باللي اجمل مرحله في حياتي راح تبدا من هنا. الحمد لله يا ربي، وعقبال كل واحد فيكم يعيش الفرحه اللي راه يستناها. وبهذا التصريح خلات سارة رجيل متابعيها في حاله من الفضول والتشويق، خاصه انها لم تكشف بعد عن التفاصيل الكامله للمفاجاه، مكتفيه بالتاكيد انه القدم بالنسبه ليها راح يكون مختلف تماما، وانها راح تستعد لمرحله جديده تتمنى ان تكون مليحه بالنجاح والفرحه وتحقيق الامنيات. بالتوفيق يا سارة رجيل، ودمتم في امان الله ورعايته. مع السلامه.